5 أيام كانت كافية لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية لفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة الحسكة، وذلك بعد معارك مع قوات النظام السوري في المدينة. قيادي في الجبهة أكد أن قواتهم المشتركة تمكنت من السيطرة على 3 أحياء ومراكز أمنية. منذ بداية معركة قواتنا المشتركة خضنا معركة مع قوات النظام السوري، حاربنا بقوة وتمكنا خلال 5 أيام من السيطرة على الكثير من المناطق، كما سيطرنا على العديد من المؤسسات والمراكز التابعة للنظام كالسجن المركزي والنفوس والهجرة والجوازات. تطورات الوضع الميداني هذا فرض اتفاقا بين الميليشيات الكردية والنظام ينص على انسحاب الجيش السوري وميليشيا الدفاع الجوي المتمركز في جبل كوكب، مع إبقاء مناطق السيطرة على وضعها الحالي وإقصاء وجود النظام داخل المربع الأمني في المدينة. هناك اتفاق بيننا وبين النظام على أن تنسحب ميليشيات الدفاع الوطني إلى فوج جبل كوكب، ويجب أن يغادر عناصر الجيش والدفاع الوطني إلى خارج الحسكة، والنقاط والمناطق التي سيطرنا عليها سوف تبقى تحت سيطرة قواتنا. وستسلم الميليشيات كل المناطق التي سيطرت عليها إلى قوة شرطة كردية تابعة لها معروفة باسم الأسايش، وسيترك أفراد الشرطة التابعون للحكومة لتأمين المنطقة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة النظام.